يا صباح الخير والسعادة والهنا على عيونكم صبايا. اليوم الفلوج تبعنا رح يكون طويل شوي، بس معلش بدكم تتحملوني. مثل ما شفتوا بالضحى تقريبا هيك على الساعة 9 أو 10 فتحت باب البرندة، وطبعا لازم ما افتح باب البرندة يركض بيسو ويقعد. هاي القعدة اللي شفتوها قدامكم هيك بمد راسه بيتناوى على الجيران تحت أو على قطاط الشارع، وبس مريت اي سيارة بيحمل حاله وبيرقد وفوت لجوا. هاي زريعة الشريطة كنت حاططها جوا بالبيت، وسبحان الله بلشت تدبل وتصفر وما تم غير كام عرق منها هيك. يعني حاولت اني انقذهم بالاخر، شلتهم من التراب حطيتهم بكاسة مي وتركتهم فترة من الزمن لحد ما رجعت عملت جذور من جديد. يعني بعدين رجعت طالعتها زرعتها بالتراب، وهلأ صارت بهذا الشكل اللي شايفينه قدامكم. الجو بيجنن حرفيا، الجو ربيع ما شاء الله، يعني لا شوب كتير ولا برد كتير. هذا الجو اللي أنا بعشقه، بغض النظر عن الغبرة اللي بتصير بهذا الوقت. طبعا بعد ما طلعت على البرندة ما شفته فكيت هذا الغسيل اللي كنت ناشرته، وقررت اني اطلع امشي. بدي يصير امشي كل نهار ان شاء الله. ما بدي اقول كل نهار لانه بجوز ما يصح لي، امتى ما صح لي بدي احمل حالي وانزل امشي على رواق. اول شيء قلت بدي اساوي هيك فطور خفيف، فجبت زبدة الفول السوداني، دهنت قطعتين من التوست ومعهم تفاحة. واحدة من بناتي قررت انها تفطر معي فساويت لها كمان قطعتين توست وتفاحة. فطرنا وحمدنا الله وشكرناه، وبعدين نزلت مشيت ساعة من الزمن ورجعت. بعدين بدي اشرب فنجان قهوة هيك على رواق ومنكمل الفيديو. بصراحة ما قدرت صورلكم كتير، محل ما مشيت كان في رصيف طبعا ومحلات، فوقت مشيت شوي بجنيني صورت لكم هاي المقاطع مشان ما يطول كمان معانا الفيديو. من بعد ما رجعت هيك اخدت بريك وشربت فنجان قهوة مع كام حبة مال سيزرز. بعشقها لهاي الشوكولا، عن جد شكرا كتير اللي صنعها. هلأ بنبدأ الجولة الثانية من نهارنا، وفت على المطبخ لتحضير الغداء. الفيديو اليوم برعاية التوست. في كتير ترندات منتشرة هاي الأيام عن التوست، عم بيعملوا فيه وصفات كتيرة. من ضمن هاي الوصفات الوصفة اللي رح نحضرها اليوم اللي هي جيب التاجر. مثل ما شايفين صبايا باخد قطعتين من التوست هيك بطبقهم فوق بعضهم، وبلش بالشوبك اضغط عليهم بهذا الشكل. لازم انه التوست يكون تازة وفرش. اذا كان التوست بايت يعني ما بيلزقوا الطبقتين مع بعضهم. اذا كان له نهار او نهارين يعني حسيتوا عم تضغطوا عليه عم بيلزق بس ما كتير، بامكانكم تبخوه بخة كتير خفيفة من المي، ما تكتروا بيلزقوا الطبقات مع بعضهم. قطعنا التوست بهذا الشكل اللي شايفينه قدامكم، بأي قطاعة موجودة عندكم أو بغطاوة إبريق كمان بيمشي الحال. والقطعة هاي اللي زادت من التوست ما رح نتخلص منها، بنستفيد منها لآخر حبة. بعد ما جهزنا التوست حطيت 4 بيضات لحتى تكفي هاي الكمية، وحطيت فوقهم ملح وفلفل وخفقتهم. وعندي هاي خلطة الكريسبي الجاهزة راح أغمس بقلبها، راح اغلف فيها قطع التوست. اول شي بنغمس قطع التوست بالبيض، وبعدين نبقى بنغلفها بخلطة الكريسبي الجاهزة. راح اجرب قسم غلفه بخلطة الكريسبي، والقسم الثاني بدي غلفه بالبقسماط اللي هو الكعك المطحون. هلا راح كمل قطع التوست كاملة. في ناس بعد ما يغلفوا قطع التوست بهذا الشكل صبايا بصفوهم بصينية وبحطوهم بالفريزر لحتى يتجمدوا. طبعا بيكونوا مفرقين عن بعضهم مشان ما يلزقوا ببعض، وبعدين بقيموهم بحطوهم بكياس وبيستخدموهم أثناء ما بدهم يسووا أي وصفة بالتوست. طبعا هلا خلصت خلطة الكريسبي مثل ما شفتوا. هلا رح استخدم بقسماط، ما مشان شي بس مشان نشوف الفرق بيناتهم. بصراحة النتيجة كانت وحدة، يعني البقسماط والكريسبي الاثنين عملوا طبقة حلوة لزقت بالتوست ما فكت عنه، وعطت قرمشة كمان لذيذة لون ذهبي كتير حلو. بس خلطة الكريسبي كانت كرنشي اكتر او هيك يعني قرمشتها اعلى. هلا هذول اللي بالصحن الابيض تبع الكريسبي، واللي بالصحن الاحمر اللي بالكعك المطحون. وهلا يلا نبلش بالقلي. قليت الكمية كلها صبايا مثل ما شفتوا. طبعا ما بتاخد وقت كتير، على كل وجه تقريبا 3 دقايق. بنرفعها من الزيت وبنحطها مصفاي لحتى نتخلص من كل الزيت الزيادة. هلأ بالنسبة لحشوة جيب التاجر، في كتير أنواع ممكن تحشوا فيها جيب التاجر. في كتير وصفات ممكن تستخدموها بهاي الوصفة.
كتير وصفات، كتير حشوات فينكن تستخدموها بهاي الوصفة. أنا اليوم حضرتها بصدور الدجاج معهم بصلي بس دبلتها ضفت فوقهم بصل يعني ودبلتها، وبآخر الشيء ضفت جبنة الموتزاريلا. بإمكانكم تطبخوا الفاهيتا كاملة كمان وتحشوا بقلبها جيب التاجر. بصراحة هاي الوصفة كتير عاملة ترند، عم بيضيفوها كتير هيك المناسبات، بسفر المناسبات، أعياد الميلاد مثلا، بالسيران ممكن يضيفوها بالصحن الفرنسي. إضافة جديدة يعني وحلوة لذيذة يعني مختلفة عن الأطباق أو الوصفات اللي بنعملها اللي هي اليالنجي والكبة والهي الأشياء. ممكن تضيفوا هذا الصنف يكون شيء جديد. حطيت نص كيلو من صدور الدجاج وضفت فوقهم بصلي لحتى دبلت معنا تماما. حطيت مكعب من الزبدة وشوي من الملح، شوي من الفلفل الأسود، وهلأ بقلبهم مع بعضهم كتير مليح لحتى ينشف الدجاج تماما. بدي اضيف فوق شوي من المستردة او الخردل، واخر الشيء بنضيف الجبنة بعد ما نطفي الغاز على حرارة الدجاج بتدوب الجبنة. هلا رح ساوي الصوص اللي رح اضيفه للساندويشات، هو عبارة عن مايونيز جاهز بخلط معاه كاتشب جاهز. وفي ناس بتحب هذا الصوص وفي ناس ما بتحبه، فرح ساوي قسم هيك وقسم، يعني قسم بالصوص وقسم بدونه. غدانا اليوم سهل وبسيط، بس بما انه نهاري كان طويل فحبيت جرب هاي الوصفة. بالمناسبة رح تلاقوا الكمية كتير قليلة، انه شلون كفتكم بدي لكم انه الاكل كتير تقيلة. التوست مع البقسماط مع البيض، انه يقلي ينقلى عفوا ويشرب زيت مع الصدور الدجاج والمستردة مع الصوص مع الخضار اللي معاه، بتحسوا صار وجبة كتير تقيلة يعني. قطعة تاني قطعة صدقوني التالتة يعني بالغصب لحتى تكملوها وبتكونوا شبعتوا. هيك رح يكون غدانا لليوم صبايا. هلا رح أبلش احشي التوست طبقتين التوست مثل ما شفتم. بعد ما لزقناهم بإمكاننا نفتحهم بالسكينة، وفي منهم ما شاء الله هيك انتفخوا فهني بينفتحوا لحالهم. وبحشي قلبهم رح احشي خس أنا، واحشي هاي الخلطة تبع الدجاج. فينكم تضيفوا مع الخس بندورة، فينكم تضيفوا خيار، فينكم تضيفوا مخلل. كمان انا معطيكم افكار وانتو طبقوا الشيء اللي بتحبوه واللي بترتاحوا له. فينكم تنقصوا وتزودوا الاشياء اللي بدكم اياها. فينكم تضيفوا بقلبها اجبان مشكلة وترجعوا تسخنوها بالميكروويف، بتطلع كمان طيبة. يعني افكار كتيرة على النت طبقنا منها هاي الفكرة وكانت ظريفة ما فيها شي. هلا رح افتحها بهذا الشكل واحشي قلبها، ونكون هيك خلصنا غدانا لليوم الحمد لله على نعم الله. وبعدين بدي انتقل لتحضير التحلاي. رح أحضر معاكم اليوم حلاوة الجبن. رح ساوي معاكم القشطة اللي بدي أحشي فيها حلاوة الجبن، وأقتصر من الوصفة تبع حلاوة الجبن لأني سبق ونزلت لكم إياها بفيديو سابق. بداية رح أحط كيلو من الحليب على الغاز بس لحتى يسخن ويبلش بده يرتفع ويغلي، يعني بضيف فوقه تقريبا 4 معالق من الخل. والخل الأبيض حصرا صبايا لأنه خل التفاح بيبقى مركز أكتر، فاستخدموا الخل الأبيض أو حبة كتير صغيرة من ملح الليمون. بيفرط معانا الحليب وبتتشكل الجبنة، بس خلوها لحتى تفصل تماما هيك تصير المي صفرة من حواليه. بنطفي الغاز وبنستنى عليه لحتى يبرد كمان تماما، وبنحطه بمصفاية. وبعدين بدنا نجيب كاستين من الحليب ونضيف فوقهم معلقتين من السكر مع معلقتين من الطحين مع معلقتين من السميد. بنحطهم بنحركهم على البارد وبعدين نحطهم على الغاز لحتى يتقلوا ويسمكوا. نسيت لكم على قطع التوست اللي زادت من وقت تقطيع يعني جيب التاجر. رح نستفيد منها مثل ما شايفين، حطيتها بالصينية على حالها ما ضفت فوقها أي شيء لا زيت ولا أي شيء تاني. على حالها حطيتها بالفرن لحتى احمرت واخدت هذا اللون اللي شايفينه قدامكم. اخدتها حطيتها محضرة الطعام، طحنتها وبعدين نخلتها بأي منخلي أو مصفاية عندكم. وبنستخدمها بكتير وصفات مثل البانيه، مثل الدجاج الكريسبي، مثل الكوردون بلو. يعني شغلها نفس شغل الكعك المطحون. فرح اعبيهم بكيس حطهم بالبراد بستخدمهم بوصفاتي. واللي الخشنات اللي بيبقوا بالاخر رح احطهم بصحن وحطهم على البرندة لحتى العصافير تاكل منهم. شوفوا ما رمينا ولا دردورة ولا هرهورة من كيس التوست. لازم نحافظ على النعم. ايوه بنرجع لوصفة حلاوة الجبن. بعد ما حضرنا القشطة اخر شيء وهي سخنة بضيف فوق الجبنة اللي صفيناها، بنخلطهم مع بعضهم كتير مليح. لو حسيتوا انه هي خشنة اضربوهم بالبلندر شوي بينعموا معاكم.
هلا بالنسبة لحلاوة الجبن بفيديوهات سابقة حضرت معاكم عيار واحد، اليوم رح ساوي عيارين. رح اضيف 3 كاسات من المي، فوقهم كاستين من السكر، بحركهم لحتى يدوب السكر، وبعدين بضيف فوقهم كاستين من السميد الناعم. وانا مستمرة بالتحريك طبعا على الغاز. بضيف السميد معلقة معلقة لحتى تخلص كل كمية السميد. بما انه درجة حرارة المي عالية صبايا، فوقت ما نضيف السميد كله دفعة واحدة ممكن يكتل معانا، فمنراعي هاي النقطة. بعد ما نستمر بالتقليب والتحريك بتلاحظوا انه القوام بلش يتقل ويسمك معانا، بنضيف فوقهم الجبنة. ولهذا العيار استخدمت انا 500 جرام من الجبنة الموتزاريلا، كمان قلبتهم مع بعضهم كتير مليح، وضفت فوقهم كام نقطة من ماء الزهر. استخدمتهم ماء الزهر القصنص، فضفت 3-4 نقاط ما اكتر من هيك. والجبنة بلشت تشط وتمط، وما شاء الله قوامها بشهي. على الطاولة او على رخامة او على مفرش سيليكون، اي شي عم تستخدميه، بترشي رشة كتير خفيفة أو بتدهني دهنة خفيفة من القطر. بنفرد فوقها عجينة حلاوة الجبن، بنخليها رقيقة ما بتكون سميكة، وبنستنى عليها لحتى تبرد تماما. كل ما كانت العجينة باردة تماما بتعطينا قوام أفضل وبتعطينا نتيجة أحسن بالتقطيع. بنحط الحشوة بكيس من أكياس التلاجة أو كيس حلواني حي الله، بنفتح زاويته على طرف العجينة. بنحط الحشوة وبعدين بنلفها على شكل رول، بنقطعها وبنزينها بالفستق الحلبي، وبنضيف فوقها القطر. دائما أنا بغلي قطر كميات يعني، وبتكون عندي بالبراد فبستخدمها وقت اللي بحتاجها. بالنسبة للقطر بده يكون القطر معانا سميك، يعني عيارين بعيار، كاستين سكر مع كاسة من المي، نخليهم يغلوا لمدة 5 دقايق. بنضيف فوقهم هيك ربع معلقة صغيرة من ملح الليمون، وكمان نتركهم من 8 ل10 دقايق يغلوا مع بعضهم، وبنطفي عليهم بكون صار معانا القطر ظابط وممتاز. كمان نستنى عليه لحتى يبرد، بنبقى بنستخدمه. طبعا من بعد ما حضرت حلاوة الجبن صبايا حطيتها كلها بالبراد لحتى بردت، وجلينا الجلي كامل. واخر شيء راح اختم الفيديو واختم نهاري اصلا بكاسة متي مع صحن حلاوة الجبن. صار لازم اني ارتاح. مثل ما قلت لكم نهارنا اليوم كان طويل، مثل ما شفتوا بلشنا من الضحى لبعد المغرب تقريبا. هون صرنا الساعة 9. شوفوا قوام الجبنة ما شاء الله على المطة، كانت بتشهي بصراحة. الجبنة نوعيتها ممتازة. فكان نهارنا طويل. رح أحضر كاسة من المتة وحط مسلسلي الخاص وحط صحن حلاوة الجبن، وقعد هيك اتلذذ بإنتاجي لليوم. ولهون بيكون الفيديو خلاص يا صبايا. بتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوني من اللايك ومن التعليق، وشكرا لكم ولمتابعتكم، وانتظروني بفيديوهات قادمة.